في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي يتحول مسجد الرفاعي من زاوية صغيرة لمقبرة للملوك والأمراء. في البداية كده لازم نعرف مع بعض إن مسجد الرفاعي أساسا اتبنى على أرض مسجد تاني كان بيسمى الذخيرة أو الزخيرة. المسجد ده اتبنى في العصر الأيوبي في مقابل شبابيك مدرسة السلطان حسن، واتضمت قبور عدد من المشايخ من بينهم علي أبو شباك ويحيى الأنصاري وحسن الشيخوني. المسجد اتعرف بالاسم ده نسبة للشيخ أحمد الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية الصوفية، وعلى الرغم من انه ما اتدفنش في المسجد ولكن التسمية فضلت ملازماه عبر التاريخ، بل كمان وتحول لمقبرة للعديد من أبناء أسرة محمد علي باشا. ولحد وقتنا ده محدش قادر يعرف سر اختيار خشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل لتلك الزاوية الصغيرة واللي جنبها من مباني في عام 1869 ميلاديا، والمعروفة باسم زاوية الرفاعي علشان تصبح بعد كده مأوى لرفاة العديد من أبناء أسرة محمد علي، واللي كان من أشهرهم حفيدها وآخر ملوك مصر الملك فاروق. علشان يتحول بعد كده جزء من المسجد لمقبرة للعديد من أبناء أسرة محمد علي، علشان كده بنلاقي جواه قبر الملك فاروق الأول والخديوي إسماعيل ووالدته، بالإضافة كمان إلى شاه إيران رضا بهلوي واللي كان متزوج من الأميرة فوزية. مسجد الرفاعي شايل بين جدرانه العديد من التفاصيل الزخرفية الدقيقة جدا على الحوائط والأعمدة، واستمر بناؤه حوالي 40 عام، وكمان قاموا باستيراد مواد البناء خصيصا من أوروبا بعد ما كلفت خشيار هانم واحد من أكبر المهندسين في مصر وقتها وكان اسمه حسين فهمي باشا. خشيار هانم كمان طلبت من حسين فهمي باشا يصمم المسجد علشان يشبه في عمارته الفخمة وارتفاعه الضخم المباني الأوروبية. علشان كده لو دخلنا المسجد هنلاقي المداخل عالية والأعمدة الحجرية والرخام بتيجان عربية جميلة، وكمان المداخل متغطية بالقباب والسقوف البديعة، وبتحيط بالجدران بخاريات مذهبة منقوشة، وكمان بيتدلى من السقف ثريات نحاسية ومشكوات زجاجية. مسجد الرفاعي ليه 6 أبواب، 4 منه بتؤدي إلى غرفة مقابر أمراء وملوك الأسرة العلوية، وفي كمان 2 متوصلين بممر بين تلك المدافن. أول هذه الغرف موجود بالجهة الشرقية وفيها 4 قبور لأبناء الخديوي إسماعيل، وتعلوها قبة منقوشة بالآيات القرآنية. أما القبة الثانية فيها قبران، واحد منهم لخشيار هانم والآخر هو قبر الخديوي إسماعيل. أما عن القبة الثالثة فهي قبور زوجات الخديوي إسماعيل، وبتتصل بهذه القبة حجرة بيوجد داخلها قبر السلطان حسين كامل، بالإضافة إلى قبر آخر شاه إيراني وهو محمد رضا بهلوي. وبجوارها من ناحية اليمين بتقع غرفة مقبرة الملك فؤاد بجدرانها المكسية بألواح الرخام الملون. وبكده نكون اتعرفنا مع بعض على مسجد الرفاعي، وان شاء الله مش هنسيب حتة جميلة فيك يا مصر غير لما نوريها لكل الدنيا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واستنوا الفيديوهات اللي جاية معايا انا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.